ريال مدريد ضد يوفنتوس، مواجهة كلاسيكية بنكهة عالمية. اتنين من أعرق الفرق الأوروبية هيتقابلوا المرة دي، بس مش في دوري أبطال أوروبا، لأ دي في المرة دي في كأس العالم للأندية، وبالتحديد في دور ال16. المواجهة اللي الكل الجماهير مستنينا، وهتكون البداية أو النهاية لحد فيهم في البطولة العالمية الكبيرة دي. البطولة دي بقت حاجة تانية خالص في 2025 بعد ما اتوسعت وبقى فيها 32 فريق من كل قارات العالم، واللي بيدور على المجد لازم يعدي من منافسين تقال زي ريال مدريد ويوفنتوس والفرق دي. نيجي بقى لتفاصيل المباراة تتلعب يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، يعني أول يوم في الشهر، الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية، و9 مساء في ليبيا والسودان، و8 مساء في تونس الجزائر والمغرب، و11 مساء في الإمارات وعمان. ملعب اللقاء وأرض روك ستاديوم في مدينة ميامي الأمريكية، ملعب أسطوري وبيستضيف مواجهات أوروبية نارية في أرض أمريكية. ريال مدريد داخل البطولة دي وهو البطل التاريخي لأوروبا، الفريق اللي دايما بيظهر في المحافل الكبرى واللي بيكون مرعب لأي خصم يقف قدامه. لكن المرة دي التحدي مختلف، مفيش رحمة ومفيش وقت للتعويض. الميرينجا هيكون مطالب انه يثبت نفسه قدام خصم عنيد زي يوفنتوس، والكل مستني يشوف هل هيكمل مشواره بقوة ولا هيصطدم بدري. اما اليوفي فهو راجع من المنافسات القارية والعالمية بعد سنين من المحاولات، وبيحاول يرجع امجاده ويثبت انه مازال اسمه تقيل في عالم الكورة، بداية من دور ال16 قدام الريال. طبعا تحدي ناري، بس اليوفي لو عدى من ريال مدريد هيبعت رسالة للجميع انه راجع بقوة. نيجي بقى للقنوات الناقلة. المباراة تتذاع على شاهد VIP باقة الرياضة، هي ممكن تكون احتمال كبير تكون مجانية، وكمان هتكون موجودة على موقع وتطبيق دازن. بالنسبة للناس اللي بتدور على القنوات المفتوحة، في احتمال كبير انها تتذاع على قناة MBC اكشن او MBC مصر اتنين، زي ما بقى مباراة البطولة بتاع ريال مدريد يعني اتذاعت عليها، بس لسه مفيش تأكيد رسمي، وأول ما يتأكد هنزل لكم الخبر. ريال مدريد جاي للماتش ده وهو في فورمة نارية، فوز ورا فوز، 4 فوز في آخر 5 ماتشات وواحد تعادل اللي هو بتاع الهلال السعودي، ماكينة أهداف ما بتتوقفش. أما اليوفي رغم إنه كسب 4 مباريات لكن عنده هزيمة واحدة وسطهم، ولسه ما ظهرش في الفورمة الكاملة اللي تخوف. ماتش من العيار التقيل، مباراة تعتبر نهائي مبكر في بطولة العالم للأندية. هل ريال مدريد هيأكد هيمنته ولا يوفنتوس هيقلب الترابيزة ويفاجئ العالم؟ احكولي في الكومنتات تتوقعوا مين اللي يتقل من المواجهة دي، وهل البطولة دي هتكون بداية طريق المجد لليوفي ولا محطة جديدة في إنجازات الريال؟ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن مواعيد وأحداث كأس العالم للأندية 2025. استنوني في فيديوهات جاية كتير. سلام.